وهنوريكم ازاي كابتن احمد شوبير كان بيتعامل مع مشاكله دي وخلافاته، والرقي الكبير جدا اللي كان بيتعامل بيه في خلافاته مع الناس. كابتن شوبير عشان بسم الله ما شاء الله عليه هو ضد الفساد والفاسدين، وهو ستريت دايركت كده، ما بيحبش اللف ولا الدوران. كان دايما خلافاته ومشاكله بتبقى كتير، ابرزهم مثلا مع الالتراس مرتضى منصور، كابتن احمد الطيب، كابتن خالد غندور، كابتن شادي محمد، ناس كتير قوي. واخرهم وليس اخرهم العبد الفقير الى الله احمد مرغني. بس خلينا نبدا باول مشكله ليه كانت مع الالتراس. قصة لما انا كنت عملت الحملة على الالتراس وبدأوا يسبوني في المدرجات، في مدرجات النادي الاهلي، في مباريات للنادي الاهلي. طيب ما تقول لنا يا كابتن احمد القصه بدات ازاي، وليه انت حضرتك عملت الحمله الشديده الممنهجه عليهم؟ عزمتهم في بيتك ليه يا اخي؟ اقول القعده كان فيها ايه وقعوا فاتت ما اتكلمش. دخلتهم بيتك ليه في الوقت اللي انت بتقول فيه الكلام ده؟ يا كابتن مصطفى هو بعد ما رفضوا اللي هو كان طالبه طلع شتمهم وقال عليهم، ما كانش لسه في بقى سياسه خالص. يا محمد ايوه زي ما سمعت كده، الكابتن كان طالب منهم طلب معين، هو الراجل المحترم ما طلعش قال ايه هو الطلب ده، كان طالب منهم طلب معين، ولما رفضوا الطلب ده بدأت الحرب الإعلامية من كابتن شوبير على الأولتراس. مش بس كده، كابتن شادي محمد كان عامل مداخلة قبل كده تقريبا في برنامج كابتن خالد الغندور، ان الطلب ده كان ان كابتن شوبير يتعمل له بانر او يافطة في المدرجات. وعلشان الكابتن احمد شوبير مهني وما بيحبش يدخل خلافاته الشخصيه او مشاكله في الاعلام، فعلشان كده ما شنش اي حمله او اي هجوم ولا جه على ظاهره الالتراس. طلعت تاني يوم وطلعت على الهوا وقلت فيهم ما قال ملك في الخمر. بيع المخدرات اللي بقولها لك للمره الالف اهو، بيع المخدرات في المدرجات. ايوه بالظبط كده زي ما سمعت، بيقول ان هم بيبيعوا مخدرات في المدرجات. ومش بس كده، ده كان عامل حلقه كامله في قناه الحياه بيقولوا ان هم بتوع مخدرات وازدراء اديان وان هم فيهم ملحدين وي 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 وحاجات من اللي قلبك يحبها، يسخن عليهم الراي العام كله. بس الكابتن احمد كان في مداخله قبل كده قال لنا اللي حصل ايه في بورسعيد. قول لنا بقى يا كابتن احمد ايه اللي حصل بالظبط في بورسعيد؟ الولاد اللي ماتوا في بورسعيد ماتوا ازاي؟ للمره الالف بقولها وبقولها على الهوا اهو، وانا اكثر واحد قلبي بيتقطع على الولاد. 65 ولد من اللي ماتوا تحت البوابه الحديد. لما جريوا برضو الكبهات بتوعهم الكلاب سابوهم عشان يواجهوا المصير. وايه كم الجبن ده اللي انت عامل فيها ذكر، وبعدين بتجري ومد ظهرك كده، وبعدين تقوم جاي جاري من هنا، تقوم جاي طالع مولع في 8 عربيات بره، بعدين جاي طالع قاطع الطريق. دي كرة ايه ورياضة ايه الهباب دي؟ يعني انت بتقول للاسف يعني الكبهات الكلاب، وده على حسب وصفك انت ليهم، لمجرد ان انت عايز تصفي معاهم حسابات، فعايز تلزق تهمة دم اخواتهم فيهم. بس مش مشكلة، بس معلش، هو انت كنت قلت لو حصل حاجة هيحصل ايه؟ وعايز اقول لحضرتك حاجة يا دكتور عمرو، خلي بالك بقى، لو مات حد دلوقتي حد هيتعاطف؟ محدش هيتعاطف. لو حد مات محدش هيتعاطف؟ الحقيقة انا واللي بيتفرج عليا وكل الناس واي واحد هيسمع او سمع الكلام ده حقيقي مش هيلاقي رد مناسب يترد بيه عليك يا كابتن احمد، لان اي كلام ممكن يخرج من الواحد فعلا هيتعاقب عليه قانونا. وانا بصراحة ما عنديش استعداد اخد ربع ساعة ان واحد يسألني انت قلت الكلام ده ليه على كابتن احمد شوبير في مشكلة زي اللي انت بتقولها دي. المهم، في الحلقة اللي انت على قناة الحياة كنت عاملها اللي اتهمتهم فيها بالمخدرات وبالالحاد وبالكلام ده كله، انا فضلت ادور عليها على اليوتيوب على الشانل بتاعت قناة الحياة، لقيتها مش موجودة. طب اي حد تاني منزلها برضه لقيتها مش موجودة. بس وانا بدور لقيت خبر التراس علاوي هيظهر دلوقتي قدامكم ان هو بيقدم في سيادتك يا فندم بلاغ ان انت اتهمتهم بازدراء الاديان ومش عارف ايه والقصه دي كلها، والخبر هيظهر دلوقتي قدامكم. بس اركن ده برضو على جنب، مش وقته. بس السؤال ليك يا كابتن احمد، ازاي تتهمهم بالحاجه وعكسها؟ كانت في رحلات للمنتخب وسفريات، ما انا ما اعرفش مين اللي بيسافر، والله ما اعرف، ما عنديش فكره مين اللي بيسافر يعني في السفريات دي خالص. يعني طول عمري ببعد نفسي عن المجال ده والجو ده. ففوجئت اتصال بالليل من، كنا عاملين ساعتها بث مشترك لو تفتكروا،
كان الكابتن مدحت شلبي هنا في مودرن، وانا كنت بشتغل في قناه تانية، وكان الكابتن مصطفى عبده في دريم، وبس مشترك. وبعدين فلقيت يعني الحاح في الاتصال، لقيت المهندس احمد عز امين التنظيم، قلت له ايوه. قال لي احنا في وفد طالع بكره، انت والمهندس الاستاذ مصطفى باكر الصحفي، استاذ حسين ابو قمر، استاذ سيد جوار ومجموعه، واحنا عاملين اجتماع تنظيمي عندنا هنا عشان الوفد اللي مسافر بكره في الجزائر، يعني السودان، مباراه الجزائر. فرحت فلقيت قيادات التراس النادي الاهلي قاعده مع المهندس احمد عز في مبنى الامانه العامه للحزب الوطني، وكان يحضر هذا اللقاء الحسيني ابو قمر عضو مجلس الشعب السابق، الحسيني عيد امين مساعد الحزب الوطني في مطروح السابق. طبعا دخلت، فقال لي انت مزعلهم ليه؟ دول اخواتك ودول حبايبك ودول ناس معانا جدعان، ودول ناس كويسين قوي معانا، ودول ناس ما بنطلبش منهم حاجه وبيتاخروا عننا و والله مبدئي. لا ازاي مش مبدأك؟ قلت له لا انا عندي مبدأ يا فندم. قال لي لا الناس دي كويسه قوي، والناس دي بتساعدنا قوي، والناس دي جدعان قوي، والناس دي. والله من وجهه نظر حضرتك، من وجهه نظري لا، انا ليا وجهه نظر. حصل خلاف، سبت القعده ومشيت. فيعني قصه وقود الثوره بقى والحدوته والليله دي لا. طيب حضرتك بتقول عليهم ان هم كانوا فلول، فهل ده يا كابتن جواب نهائي؟ طبعا تم اختطافهم، طبعا خيرت الشاطر او ابنه سعى تجاه التراس الاهلاوي. طب حيرتنا والله يا كابتن احمد، يعني دلوقتي التراس اهلاوي بتوع مخدرات والحاد وفلول ولا هم اخوان؟ بس انا هقول لك انت قلت عليهم الحاجه وعكسها ليه. قلت عليهم بتوع مخدرات والحاد وان هم تبع نظام مبارك وان هم فلول لان الكلام ده كان بعد ثوره يناير، وقلت عليهم بعد كده ان هم اخوان وجماعه ارهابيه والكلام ده كله ليه؟ لان كان ده بعد ثوره 30/6. وزي ما احنا شايفين الكابتن احمد شوبير في خلافه ما بيحاولش يشخصن الدنيا ويحاول يكون محايد، وما بيستغلش البرنامج بتاعه في تصفيه الحسابات ولا كل الكلام ده خالص. وان كابتن احمد شوبير ما عندوش مبدأ خالص، اذا خاصم فجر، وكمان انه عمره ما يتمنى انه لو في خلاف مع اي حد ان هو يقضي عليه. اذا كنت بتتكلم على انه بتقول الاخوان جماعه ارهابيه، فالالتراس جماعه ارهابيه. انا بقولها لك اهو، الالتراس جماعه ارهابيه، بقولها لك للمره الثالثه، كل جماعات الالتراس ارهابيه، ومفيش حاجه اسمها التراس والكلام ده لازم يتمنع، وصفحاتهم لازم تتمنع على الفيسبوك، وما لهمش وجود خالص على الاطلاق، وممنوع دخولهم المدرجات، وممنوع دخولهم الملاعب، وممنوع ممارستهم اي نشاط يا دكتور عمرو. يعني مش عارف والله اقول ايه. الفكره ان من كتر خلافه الشديد وفيديوهات الكتير اللي بيطلع يتكلم فيها على الالتراس وانه ضد الظاهره دي وان هو نفسه يقضي عليها تماما، وليه فيديوهات قبل كده قال خلاص الالتراس انتهى من مصر ومش عارف ايه والكلام ده كله. حقيقي انا ما كنتش عارف احط ايه ولا ايه في الفيديوهات. زي مثلا من الفيديوهات اللي انا ما حطيتهاش اللي هو الفيديو بتاع الالتراس اللي انا كنت حاطه الجزء اللي فات وهو ماسك الشمروخ وما عارف تحطه فين ومش عارف ايه والقصه دي كلها.